كلمة ذهبية للإمام الجواد عليه السلام نقف عليها وقفة قصيرة لنأخذ درسا وعبرة من هذه الكلمة القيمة والحكمة اللي خرجت من الإمام سلام الله عليه: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. والحديث يقول: عبدي أطعني تكن مثلي. إذا الإنسان اتكل على قدرة الباري، على عظمة الله عز وجل، الله عز وجل يرفعه: قل الله ثم ذرهم في خوض يلعبون. أما هذا اللي يعانى على أيدي الناس ويتكل على جاهه، قدرته، أمواله، مثل ما واحد متكئ على حائط بالي متداعي، على ساعة يوقع وهو همات يتداعى معه ينهار معه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تريد عزة، تريد عظمة، تريد شموخ، تريد رفعة، اتكل على الله عز وجل، استغني بالله، لا تستغني بأموالك ولا جاهك ولا شوف روحك شوف، استغني بالله عز وجل. وهذا ما نراه واضحا جليا في سيرة مولانا الإمام الجواد صلوات الله عليه. أنت لما تمر على حياة الإمام الجواد صلوات الله عليه تراها حياة حافلة بالفضائل والمناقب والمكارم، معجزة. الإمام مختصر القول معجزة. هنالك عدة نقاط ملحوظة في شخصية الإمام وفي إمامته وفي حياته تميزه صلوات الله عليه. أولا، تعلمون أن الإمام بعد الحسن والحسين عليهما السلام في الذرية، يعني احنا أهل البيت عادة شنو؟ أب إلى ابن، إلا الحسن والحسين عليهما السلام اللي هما أخوان. وقد مضت أكثر من 40، حوالي 46 سنة على حياة الإمام الرضا صلوات الله عليه ولم يرزق ولدا. تتصور عادة أهل البيت أنهم يتزوجون في عمر مبكر. لسه واحد إذا متزوج مدة 20-25 سنة وما يصير عنده ذرية، الواد مش تقول عقيم، مو؟ لذا في رواية، عدة روايات، الحسين بن قيامة أحد رؤوس الواقفية على أشكال شتى. منهم من أنكر إمامة الإمام الرضا، قال لا، ماكو نص أن الإمام موسى بن جعفر ينص على إمامة الرضا من بعده. أنكر. البعض لا، قال صحيح، احنا سامعين موسى بن جعفر صلوات الله عليه أنه نص وعين بعده ولده الإمام علي بن موسى الرضا، يعترفون واقفية، لكن يقولون احنا شو نسوي بعد الإمام موسى بن جعفر؟ عادل حي، إذا توفى الإمام موسى بن جعفر عادي الإمام الرضا يكون إمام، لكن بعد حي يرزق. فوقوفا على إمامة الإمام موسى بن جعفر مو إنكارا لفضل الإمام الرضا، لا، يقولون صحيح احنا سامعين أن الإمام بعد الإمام موسى بن جعفر هو الإمام الرضا، لكن الإمام بعد حي. فأحد الواقفية اللي يروي، هو هذا الشخص يروي
نص إمامة الإمام الرضا، هو شاهد أن الإمام موسى بن جعفر نص على إمامة الإمام الرضا. لكن والعياذ بالله سوء العاقبة، سوء العاقبة. يقول إجا وقف قدام الإمام قال له أنت الإمام، أنت اللي تدعي إمامة؟ قال نعم. الإمام كان يأكد هذا المعنى، قال له أشهد أنك لست بإمام. قال له شلون عرفت؟ قال احنا عندنا في التراث الشيعي الواصلنا من أهل البيت عليهم السلام أن الإمام لا يكون بلا عقب، وانت هاي عمرك وما عندك ولد، عمرك هذا حوالي 46 سنة عمرك وما عندك ولد، أو 45 سنة. يقول فرفع الإمام رأسه وقال اللهم أنك تعلم أنك سترزقني ولدا واحدا وهو يرثني. يقول الراوي فما مضت سنة، يعني دون السنة، حتى رزق الإمام ولده الإمام أبو جعفر الإمام الجواد سلام الله عليه. اللهم صل على محمد. لذا الشيعة سرت كثيرا، لما تراجع التاريخ اكو فد سرور وبهجة عمت الشيعة بمولد الإمام الجواد. والحديث المشهور عن الإمام الرضا أنه قال هذا هو المولود الذي لم يولد أعظم بركة منه على شيعتنا.